متخيلين 1600 بنت بس بعتلي ان هم مضرورين بسبب واحده ما عندهاش ضمير زي بتاعه البطاطا اللي انا قابلتها دي. غيرها كتير اذين بنات تانية وعرايس. القصه بتاعت شعر اتحرق ازاي واتكسر ازاي واتقطع ازاي واتحط له والله العظيم انا ما بستغل البنت دي ولا كل شويه بفتح في قصص، بس المشكله ان انا بلاقي عندي مسجات وكومنتات بكميات رهيبه. انا مخضوضه من كتر ما قلبي وجعني ان انا مش عارفه ارد على كل واحده. فعلا في بنات مأذيه قسما برب العزه. انا شفت كميه لاول مره اشوفها عندي، حجم ده بالاذى ده بالضرر ده. حسبي الله ونعم الوكيل في كل واحده ما بتراعيش ضميرها. الخطه اللي انا حطيته ومشيت عليه وبعد كده قعدت جلسات تانية، القصه دي انا هكلمكم فيها يوم لحد، لان هجيب لكم الخبيره اللي عملت كده بنفسهم البيت. انتوا متخيلين اجيبها لكم البيت؟ هجيبها البيت علشان تكلمكم في كل ده. بس الجزء اللي انا عايزه اتكلم فيه دلوقتي الروتين اللي انا مشيت عليه علشان شعري يوصل من المرحله دي للمرحله دي. فعايزه منكم بس علامه الاكسبلور وكومنت حتى لو بنقطه، عشان لو في حد مأذي تاني يبعت لي علشان نقدر نعمل اكبر قدر من ازاي ترجعي شعرك تاني. كنت بستخدم الشامبو بتاع هيروتس ده، خلص بس انا مش هجيبه دلوقتي لان انا عندي الماسك بتاعه قرب يخلص، فانا بجيب الاتنين مع بعض. الخطوات اللي انا ماشيه بيها اللي انا بستخدمه كله بيكون من مكان واحد عشان ما اعكش في شعري، عشان ما احطش من كذا حاجه. بستخدم الشامبو بغسله عادي جدا، بعد كده بحط له الماسك ده وبسيب من 10 دقايق لربع ساعه. يعني بعد ما تاخدي الشاور بتاعك وخلاص خلصت الدنيا، بتحطي الماسك وتخرجي من الحمام بالبرنس بتاعك وتقعدي بيه 10 دقايق او ربع ساعه، ولو قعدت بيه 20 دقيقه اقعدي، وبعد كده اشطفيه. وحياه لا اله الا الله، وحياه لا اله الا الله، في اول غسله هتشوفي فرق شعرك، وهو حتى لو داخل في بعضه بتشوفيه بيفكوا زي الحرير، اقسم بالله زي الحرير. خلاص انا كده خلصت كله وشطفت شعري وكل حاجه. البخاخ برضو بتاع هيروت سولوشن ده ببخ 6 بخات وبوزعهم على شعري. عايزه ترشي اكتر رشي، وبفضل امسج فيه بتاع 5 دقايق مثلا او 10 دقايق، بسيبه على شعري ساعتين. في بنات كتبت ان هي جابته وحست ان شعرها بينشف اول ما بتحطه، بس بعد ما بتغسله بتلاقي الفرق، ومن اول مره بيقلل تساقط. ولو عندك شعر ميت ايا كان الشعر بتاعك فيه ايه المشكله اللي فيه، بيقع او ميت او متساقط او ما بيطلعش الشعر او الشعريه مهلوكه، ده بيرممه وفي نفس الوقت بينبت الشعريه تاني من اول 15 يوم. مستمره عليه في الاسبوع، يعني عدي يوم، اليوم اللي بعده رشي على شعرك واعملي له مساج وسيبيه عليه ساعتين، وبعد كده اشطفيه بميه عادي. بس قاعده في البيت وما بتحبيش ان شعرك حاطه فيه زيوت او اي حاجه، كريم التسريح منهم برضو حطيه وسرحي شعرك لو انت ما بتحبيش تقعدي من غير اي زيت او محطوط على شعرك. كده اصبح عندنا الشامبو، بعد منه هنستخدم